على فكرة انت سعرك غالي، السوق مليان ناس بتعمل نفس الشغل وبنص التمن. انت ليه اسعارك غالية كده؟ طبعا الكلمتين دول يا عيني انت لما تسمعيهم من العميلة ممكن مثلا تحسي كده والعياذ بالله، يعني ان وجع كده في ايدك الشمال، نص وشك مش حاسة بيه. ما هو كلمتين حمضانين بصراحة وياما سمعناهم. بس الغلطة مش في الكلمتين، الغلطة في الرد على الكلمتين. بنقع احنا في حتة فخ كتير قبلنا وقعوا فيه. فخ التبرير، ان انا ابدا ابرر. والله اصل انا بستخدم احسن منتجات واحسن جوده وافضل خامات في السبع قارات. والله اصل انا بشتري مش عارف منين وبجيب ايه وبخدم الحاجه ازاي. غلط. اتزنقتي انت كده في الكورنر، هي كده وقفتك حارس مرمى. صدي بقى. امال الصح ايه؟ الصح ب2 جنيه علم بس، واسمعي مني وخدي مني يا ستي. في الاخر ارمي الكلمتين دول في الزباله واعملي اللي في دماغك في الاخر. بيقولك ان الحقيقه النفسيه الموجوده ورا الكلمتين دولي الحمضانين دول اياهم بتوع العميل، ان اعتراضه ما بيكونش على السعر. اعتراضه الحقيقي بيشوف هل انت واثقه من سعرك وجودتك ولا لا. بيشوف هل انت واقفه على ارض صلبه ولا مع اول ضغطه هتجيبي ورا وتقولي له يا باشا انا هعمل لك اللي انت عايزه وممكن هنوصل لحل وسط. وعلى فكره مش هنختلف، انت لو لفيت السوق كله مش هتلاقي الحاجه اللي انا بديها لك بنفس السعر اللي انا بديه لك. الكلام ده هو مش محتاجه. في قاعده كده في علم التفاوض عامله شويه قلق يعني في بيت الزواحف. القاعده دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك لا تعترضي ابدا، وافقي على الهجوم ثم اعيدي توجيه الهجمه. يعني ايه الكلام الكبير ده؟ اقول لك انا بقى يعني ايه بالبلدي كده. خدي نفس كده وافردي ظهرك، قولي له فعلا على فكره السعر ممكن يبان غالي مقارنه بالاسعار اللي في السوق، بس حضرتك في مجال الشغل بتاعنا ده بالذات في نوعين من الشغل. النوع الرخيص اللي انت بتدفع ثمنه مرتين، مره وانت بتشتريه والمره التانيه وانت بتصلح الكوارث اللي بتطلع لك منه. ده غير بقى حرقه الدم وتضييع الوقت والتروما اللي بتجيلك من التجربه السلبيه. يعني من الاخر كده يا مسترخص يا متنغص. وفي بقى حضرتك النوع التاني اللي هو الاحترافي، وده اللي احنا بنعمله، وده انت بتدفع ثمنه مره واحده بس بتشتري معاه راحه بالك. خلاص تجربه واكسبيرينس 10/10، تتمنى تكررها كل يوم. عارف ليه؟ عشان حضرتك بتدي العيش لخبازه. عارف ان انت بتدي حاجه لناس هتطلع لك الشغل 10/10، سعر مقابل جوده. وهوب ترمي هنا بقى الكرة في ملعبه وتقولي له ايه؟ فوالله قرار لحضرتك. هل عند حضرتك الوقت الكافي ان انت تجرب في التجربة الرخيصة ويا صابت يا خابت، ولا حضرتك عايز تشتري وقتك ومجهودك وتطلع المناسبة بتاعتك في افضل شكل ممكن فتاخد السعر بتاعنا والتجربة البروفيشنال بتاعتنا بس؟ طبعا الرد بتاعك ده بيقلب موازين البيعة كلها، لان هو عمل له ايرور في دماغه. هو ما كانش متوقع منك الرد ده، هو كان متوقع والله اصل الحكايه الجوده المنافس اصلهم اصلنا. انت ما عملتيش الكلام ده كله، انت قريتي دماغه واديتي له الرد المناسب لدماغه. ده غير طبعا مظهر الثقه المفرطه اللي انت بتباني فيها. حد واثق من نفسه، واثق من سعره، عارف بيقدم ايه وبيقدمه لمين وايه السعر المناسب ليه. خلاص الموضوع ما بقاش مقارنة بقى ما بين الفلوس الكتير والحاجة الرخيصة والحاجة الغالية، لا، الموضوع بقى مقارنة بين الخطر والأمان. فالعميل عايز ينقذ المناسبة بتاعته فهيختار الأمان، وتبقي انت كده اشتريتي دماغك خالص. صباحك زي الفل.